بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فيديو جديد كورة كل يوم مع مؤمن وأخبار جديدة عن نادي الزمالك. نلاحظ على السوشيال ميديا كده موجة غير طبيعية من الهجوم على إدارة نادي الزمالك من بعض الزملكاوية، والتهكم على إدارة نادي الزمالك من بعض الزملكاوية، والتريقة والسخرية من إدارة نادي الزمالك برضو من بعض الزملكاوية، لدرجة إن في ناس قالت إن البيان اللي اتقال ده مجرد فرقعة، وإن إدارة الزمالك هتتراجع عن القرار. ليه؟ معرفش. إدارات الأندية الشعبية بتتخذ قوتها مش من الجمعية العمومية، لا، من الجمهور. وإن ما كناش إحنا كجمهور هنقف في ظهر إدارة نادي الزمالك، فالإدارة هتصبح هشة وأي حد يقدر يعصف بيها بمنتهى البساطة. مجلس إدارة نادي الزمالك مهما كانت الأسماء اللي فيه في حاجة لدعم كل زملكاوي، خاصة لما يكون بيتخذ قرارات سليمة، قرارات فيها حفظ حقوق نادي الزمالك. اما الحاله الغير طبيعيه من الهجوم على اداره نادي الزمالك على الفاضيه وعلى المليانه وعلى الرايح والجاي، ده امر غير صحي على الاطلاق. قائمه نادي الزمالك لمباراه فاركو. اعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك قائمه الفريق لمواجهه فاركو. جاءت القائمه على النحو التالي: في حراسه المرمى محمد صبحي، محمود الشناوي، عمر عبد العزيز. خط الدفاع حمزه المسلوسي، حسام عبد المجيد، ياسر حمد، عمر جابر. خط الوسط محمد اشرف رؤى، محمد شحاته، زياد كمال، سيد نيمار، محمد السيد، عمار ياسر، ترافيز موتيابا، سيف فاروق جعفر، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، مصطفى شلبي، محمد عاطف. اما في الهجوم فيوجد كل من ناصر منسي ويوسف اوباما. غيابات الزمالك امام فاركو. بعد ان اعلن الجهاز الفني لفريق كره القدم بنادي الزمالك عن قائمه الفريق لمواجهه فاركو، ظهرت عده غيابات: احمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، وابراهيم انداي للانذار الثالث، محمود شيكابالا، احمد فتوح، سيف فاروق جعفر، احمد حمدي بسبب الاصابات، سامسون بسبب ازمه مستحقاته، محمد عواد بسبب ايقافه لحين التحقيق، مهاب ياسر لوجهه نظر فنيه، مصطفى الزناري لعدم اكتمال الجاهزيه الفنيه، وطبعا محمد عبد الشافي ومحمود الونش بسبب عدم اكتمال البرنامج التاهيلي. طرح تذاكر مباراة القمة. أعلنت شركة تذكرتي عن طرح تذاكر مباراة القمة القادمة في الدوري يوم الثلاث المقبل، المباراة التي تأتي في الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري على ملعب استاد القاهرة، وذلك في ظل إعلان نادي الزمالك رفضه خوض المباراة إلا بعد انتهاء جميع الفرق من أداء مباريات الدور الأول وفقا لترتيب المباريات، وذلك عقب بيان نادي الزمالك الذي صدر مؤخرا عقب مباراة المصري الأخيرة في الدوري. عايز اقول لكل الناس محدش يحجز تذاكر، لان بمنتهى البساطة المباراة لن تقام. حسين لبيب: متمسكين بموقفنا حتى لو رحلنا. اوضح مصدر من داخل مجلس ادارة نادي الزمالك ان هناك تمسك كبير داخل الادارة بعدم التراجع عن المطالب الاخيرة التي اصدرها مجلس ادارة الزمالك خلال بيانه الاخير. ابرز تلك المطالب عدم خوض اي مباراه في الدور الثاني بدايه من مباراه القمه امام الاهلي يوم الثلاث المقبل الا بعد انتهاء جميع الفرق من اداء مباريات الدور الاول وفقا لترتيب المباريات. مصدر من داخل مجلس اداره نادي الزمالك اكد ان الكابتن حسين لبيب متمسك بمطالب النادي، واكد على قوله انه حتى لو شالوني من منصبي الزمالك لن يلعب القمه قبل الانتهاء من مباريات الدور الاول. ووصل مصدر من داخل الزمالك تصريحاته على لسان الكابتن حسين لبيب: الزمالك تحمل فوق طاقته ولا يريد أكثر من حقه، فقط يريد العدالة. الأمر محسوم والزمالك لم يصدر بيانا حتى يتم التراجع عنه. هناك شروط تم تحديدها والكرة الآن في ملعب اتحاد الكرة. من يتحدث عن مباراة القمة حاليا يتحدث كيفما يشاء. الزمالك يستعد لمواجهة فريق فاركو مساء الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري، وهي آخر مباراة لفريق كرة القدم في نادي الزمالك قبل حل الأزمة. عقوبات رابطة الأندية وتعليق الزمالك. علق نادي الزمالك على القرارات التي صدرت من رابطة الأندية ضد النادي الخاصة بمباراة المصري الأخيرة في الدوري. القرارات جاءت كالتالي: توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك بقيمة 50,000 جنيه بسبب السباب الجماعي من الجماهير. توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك بقيمة 25,000 جنيه بسبب الاعتراض الجماعي على قرارات حكم اللقاء. تحويل تقرير حكم المباراة والحكم الرابع والخاص بالمدير الفني لنادي الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم. مصدر من داخل الزمالك أكد أن العقوبات على هتاف الجماهير وغيرها هي لائحة تسير على الجميع في كافة المباريات. وأكمل المصدر أنه بشأن تحويل جوزيه جوميز إلى لجنة الانضباط
لا يمكن التعليق عليه حاليا، ولكن في حال توقيع عقوبات سوف يتم دراسة الأمر، وسوف يكون هناك طرق قانونية كثيرة. جديد موقف مدافع الزمالك الدولي. آخر اتفاق تم ما بين مجلس إدارة نادي الزمالك ومحمود علاء مدافع الفريق، اللاعب اللي خرج تماما من الحسابات الفنية للبرتغالي جوزيه جوميز، وتم الإعلان عن رحيله بصورة رسمية في نهاية الموسم. خلال الساعات الأخيرة تم اتفاق ما بين اللاعب وإدارة الزمالك على الرحيل بنهاية الشهر الجاري، وهو يوم 30 يونيو، وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم. محمود علاء أكد لإدارة الزمالك أنه يحق له الرحيل في ظل انتهاء تعاقده مع النادي، ويرغب في الرحيل مبكرا وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم، خاصة أنه خارج الحسابات الفنية، إلى جانب أنه يرغب في الانتظام في فترة الإعداد مع فريقه الجديد الذي سيتعاقد معه. وبالفعل حصل على موافقة على هذا الأمر، وبالتالي يستعد محمود علاء لمغادرة النادي. مش هكدب عليكم، يعني محمود علاء بالنسبة لي مدافع جيد، ولكن انتهى، قصته خلصت، ومستواه مش هيقدر يستعيده، لا النهارده ولا بكره ولا الموسم اللي جاي ولا اللي بعده. حتى الفترة بتاعته مع الاتحاد السكندري ما كانتش أحسن حاجة، لكن طالما محمود علاء مصر على الرحيل دلوقتي، يبقى من شبه المؤكد ان فريقه اللي جاي هيكون بره مصر. موقف سامسون ايكينيولا والزمالك. علق مصدر مقرب من اللاعب البنيني سامسون مهاجم فريق نادي الزمالك على اخر تفاصيل الازمه الحاليه ما بين اللاعب والنادي، حيث خرجت تقارير اعلاميه في الفترات الاخيره تشير الى رفض اللاعب العوده الى نادي الزمالك عقب عدم حصوله على مستحقاته الماليه. مصدر مقرب من اللاعب اكد ان اللاعب لم يهرب من الزمالك. كيف يهرب من نادي بحجم الزمالك وهو كان قريب جدا من التواجد اساسيا في المباريات القادمه، الى جانب انه ساهم في التاهل الى نهائي الكونفدراليه التي توج بها الفريق بهدف مهم امام دريمز الغاني في بطوله الكونفدراليه. واكد المصدر انه رغم حصول الزمالك على مقابل مالي كبير من وراء التتويج بالبطوله، الا انه لم يتم سداد مستحقات اللاعب. اللاعب تواصل من خلال محاميه اكثر من مره مع اداره الابيض من اجل مستحقاته، ولكن كان بيتم تجاهله حتى علم باقتراب رحيله نهايه الموسم. وتابع انه قرر عدم الرجوع الى النادي وطلب بمستحقاته بصوره وديه، ولا يرغب في الدخول في اي قضايا. سامسون كان ينوي عمل فيديو يوجه رساله فيه الى جمهور الزمالك الذي يحبهم، ولكنه مستمر اولا في الحل الودي مع مسؤوله الابيض. وشدد ان هناك وسطاء تدخلوا في الامر لحله وديا، ابرزهم مواطنه رزاق اوموتيوسي لاعب الزمالك السابق لعلاقته القويه ما بين الطرفين. شبح اتشمبونج يطل من جديد. اللاعب الغاني بنجامين اتشمبونج مهاجم الزمالك السابق قام بتهديد مسؤول النادي بشكوى جديدة، حيث طالب بنجامين اتشمبونج من مسؤول الزمالك الالتزام بالاتفاق السابق بشأن جدولة مستحقات اللاعب، والتي بناء عليه سحب شكواه من الاتحاد الدولي. بنجامين اتشمبونج تحدث أن النادي كان يجب أن يدفع الجزء الأخير في إبريل الماضي، مؤكدا أنه يتبقى ليه 115,000 دولار. مسؤول الزمالك لا يقوم بالرد على اتصالاته ولا اتصالات المحامي الخاص به، وفي حال عدم الدفع سوف يتقدم بشكوى جديدة ضد نادي الزمالك. والله مش عارف مجلس إدارة الزمالك هيلاقيها منين ولا منين ولا منين، خالد بوطيب ولا باتشيكو ولا باتشمبونج ولا غيرهم ولا غيرهم. موضوع صعب وتقيل وكم مديونيات غير طبيعي. وفي نهاية فيديو النهاردة بشكر كل حضراتكم على حسن المتابعة والاستماع، مع وعد بتجدد اللقاء. تقبلوا تحياتنا مؤمن شلبي ومحمود فاروق من قناتكم كرة كل يوم مع مؤمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.